حياة الشعوب قصص وحكايات كتيرة بتأرخ للحضارة، بتأرخ لثقافة، وبتأرخ لقصص احنا لازم نقف عندها. ممكن تكون بتغير حياة شعوب. منها قصة مرتبطة بالقلعة حصل فيها موقف وحدث كبير جدا، نعرفه بعد الفاصل. في 1811 محمد علي أخذ موقف وكان لازم ينفذه. موقف ضد مين؟ ضد المماليك اللي هو كان شايفهم عقبة في طريق وصوله للسلطة وتأكيد السلطة. عمل ايه محمد علي؟ استغل خروج ابنه إبراهيم باشا في حملة وأوغر ليه المماليك على مستوى مصر كلها إن هو راضي عن وجودهم، وإنه هو بيطلب الدعم لإبراهيم باشا في حملته، وبيدعوهم إنه يحضروا معاه خروج إبراهيم باشا في الموكب الكبير اللي طالع بيه الحملة بتاعته. لكن ما كانوش عارفين ايه اللي بيضمره محمد علي في دماغه. نعرف ايه اللي كان في دماغ محمد علي. محمد علي استغل تجميع المماليك وقدر ان هو يعمل لهم نوع من غسيل المخ، ان هو راضي عنهم وراضي عن ادائهم. جمعهم جم في ازهى وابهى صورة ليهم، حطوهم في كوكبة ضمن الموكب اللي خارج بيه ابراهيم باشا، ولكن كان مخطط لحاجة تانية، وهي انه اول ما يخرج ابراهيم باشا ويخرج اول فرقة تبدأ الأبواب بتاعة القلعة تتقفل، يبدأ كل الفرق اللي ورا المماليك تطلق عليهم نيران كثيفة. ما قدرش حد ينجي، بقوا يخلعوا هدومهم، بقى اللي لابس جلد نمر يقلعه، بقى اللي لابس جواهر يقلعها، وكان الجنود بيتسلوا عليهم في ضربهم لدرجة ان الجثث اتكومت فوق بعضها. نتيجة اللي حصل دون في حاجة حصلت أصابت محمد علي بالاشمئزاز وأهل بيته كمان. إيه هي؟ نعرف بعد الفاصل. بعد ما حصلت المذبحة العظيمة دي، صوت ضرب النار والدم أثروا على محمد علي لدرجة إن الموضوع لما وصل لزوجته ظلت زوجته لا تقترب ليه لحد الممات. في موقف تاني اتأثر بيه الشعب، وهو إن لما اتفتحت الأبواب القلعة نزل كمية دم على المنحدر، ونزلت دخلت في الشوارع لدرجة إنها عملت خط أو طريق من الدم، فسمي بالضرب الأحمر. هو ده سبب إطلاق الشارع أو اسم الضرب الأحمر على الشارع اللي موجود دلوقتي. صاحب الموضوع دون فترة تصل إلى 3 أيام من الفوضى. كل جنود إبراهيم باشا عاثوا في الأرض فسادا في ال3 أيام دول. دخلوا كل بيوت المماليك، قتلوا، نهبوا، اغتصبوا، نهكوا حرمات، كل حاجة، إلى أن اضطر إبراهيم باشا وجنوده إنه ينزل يوقف الموضوع دون بعد 3 أيام. كانت مذبحة القلعة نقطة فارقة
في حكم محمد علي، لكن لازم التاريخ برضه بنقف عنده لأنه بيسطر نقطة قد تكون سوداء في حكم محمد علي. دي كانت حكاية من حكايات من زمن فات.